شفتوا يا المصريين؟ شفتوا بتدافعون على تاجر مخدرات مجرم؟ تقولون كلنا احمد الجيزاوي، الحرية احمد الجيزاوي. يعني مو بس اهان مليكنا، لا بعد جايب لنا مخدرات بعد. عشان تصدقون انا اليوم جايب التاجر اللي بيتعامل معاه من مصر، هنا في مصر. انا جبته الحين وراح يعترف بكل شيء، يقول كيف ودى المخدرات، شلون اعطاه هناك. يلا يا اباحه، تعال قولهم والله. صباح المؤاخذة. ايوه يا عم، ايوه كل اللي الراجل بيقول ده عليه صحيح. انا يعني بس عشان الواحد بس بيحب الحق يا عم، انا ما احبش حد يتظلم لا مؤاخذة. يعني عمالين عن تفحطوا في الراجل في ذاته الملكية، والموضوع كبر كده عن حده قوي. انا اقول لكم النهارده ايه اللي حصل بالضبط، ماشي؟ اهو بصوا يا جدعان، هو الراجل دلوقتي جه قال لي يا عم انا رايح السعوديه وفي مصلحه كده عاوزين نقضيها مع بعض. قلت له ماشي يا الجزاوي، عاوز ايه لا مؤاخذه؟ قال لي بس عاوز اهرب شويه حاجات كده، انا رايح بس اخطف لي عمره كده واخد معايا شويه حاجات يا عم في السكه، خلينا نسترزق. فقلت لهم ماشي. رحت يا عم رحنا مدين له يا عم الحاجات عشان يوديها هناك، عشان كله يسترزق المؤاخذه. عشان بس اكون دقيق معاكم، انا اقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. احنا دلوقتي رحنا لمين 20,000 قرص من البتوع اللي هم دول، مش فاكر والله اسمه ايه، حاجه كده من الحاجات اللي هناك بيستكيفوا بيها. وال20,000 قرص حاطينهم له في شكارة دقيق، وبعدين رحنا ضغطينهم وحطينهم مؤاخذه في علبه لبن عشان التمويه. حد يقول لي بقى هو يعني ينفع 20,000 قرص تحطهم في علبه لبن؟ اقول له يا عم ايه المشكله يعني؟ ضغطناهم لا مؤاخذه. هو انتم مش في الكمبيوتر في برامج بتضغط الملفات؟ احنا برضو يا عم عندنا حاجات بتضغط الحبوب، وبعدين في هناك حاجه تانية بتروح فك الضغط بتاعها. في ايه يا عم في ايه؟ يعني كل حاجه ممكن جائزه وكل حاجه ممكن تحصل. احنا يا عم في كار وبنسترزق. وبعدين يا عم رحنا خدناهم وحطيناهم في علبه اللبن المؤاخذه اللي هو لبن البودره ده، والراجل راح يا عم. وبعدين يعني مسكوه. انا مش فاهم يعني، هو الراجل برضه يعني هو مش قديم لمؤاخذه في المهنه، وما عرفش ظبطوا هناك علبه اللبن ولقوا فيها 20,000 قرص وفكوا الضغط لقوها. وبعدين يعني انا مش فاهم اصلا، يعني عمالين تغلطوا في ذات امه الملكيه ليه؟ طب هو الراجل ماله يا عم؟ ذنبه ايه؟ ده حتى الراجل مش بيتعاطى الحاجات الرخيصه دي، ده حتى يا عم الكلام فاضي، يعني الراجل بيتعاطى اصلي. عمالين تغلطوا في ذات امه الملكيه ليه؟ ما ينفعش يا جدعان. تمام يا ابو حمد؟ تمام كده زي الفل كده مظبوط. يلا بقى خلاص خلصنا بقى، عندنا شغل، ما احنا مش فاضيين لا مؤاخذه. يلا بقى في الفيديو ده الفيديو ده عليكم وعلى